الأمر الأكبر من هذا كله، كيف يعلنوا الخلافة وهم ما قبلوا التحاكم إلى الشرع؟ هذا لا أفهمه. يعلنوا الخلافة ولنا الآن سنتان الكتائب تقول لهم تعالوا نتحاكم مشان ما يصير صدام، تعالوا نتحاكم. كل الكتائب تتحاكم إلا هم يرفضون شرع الله، يرفضون شرع الله، الشرع الله الكتاب والسنة على فهم السلف، يرفضون التحاكم إليه. باب الأمانة يقولون نحن دولة، نحن نحاكم الجميع، ومن كان خارج منها كان كافرا. طيب هذه قصة داعش، والآن لا نريد فصل. والذي ذهب من خارج سوريا غير سوري فهو على نيته شهيد، لو كان مع داعش وغير داعش، ما لم يسفك دما حراما أو يكون عنده والعياذ بالله فكر تكفيري فشأنه إلى الله. إذا نقطة البحث هذا ليست نقطة البحث الخلافة وعدمها، الدولة وعدمها. هم يشوشون، يفترون، يكذبون على أهل العلم أنهم لا يريدون الخلافة، لا يريدون الدولة الإسلامية، لا يريدون الحدود. لكن نقول يا سعد ما هكذا تورد الأمور، بل أقول إن النبي صلى الله أنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الكتاب والسنة. هم يكفرون الحكام لأنهم قالوا لا يتحاكمون إلى الشرع، إذا هم يكفرون. إذا لأنهم لا يتحاكمون الشرع إذا أردنا أن نحاسبهم على من. لكن نحن لا نكفرهم، ونحن مبدأنا في هذا. طيب. إن عصوا الله فينا فلا نعصي الله فيه. شكرا لك شيخنا. وإن كفرونا لا نكفرهم، وإن استباحوا دماءنا لا نستبيح دماءهم. والله إن التعليمات صارمة جدا. كل ما من قبض عليه من داعش لا يؤذى ولا يعذب. شباب جاءوا صادقين مخلصين، تركوا أمهاتهم، تركوا أهلهم، تركوا أموالهم، تركوا وظائفهم، لكن قلنا انصحوهم وبينوا لهم. إحدى الحوادث قلت لكم مسكوا 4 5 ويرمون الرصاص على الكتيبة، فأخذوهم وأسروهم. فلما حانت الصلاة وكبروا للصلاة قالوا أنتم تصلون؟ قالوا قوموا صلوا، قوموا صلوا معنا، قوموا صلوا. فإذا لم أتناقض. داعش كأفراد صادقين، لكن بلية مين قادتها لا نعرف، مين قادتها لا نعرف. شكرا.